هنجد ان في مناظر كتيره جدا خاصه بحياه المصري القديم مثلت الضباع على جدرانها بالتحديد، وهو بيصطادها او هو حتى بيطعمها. يعني بيصطادوا وعشان يتحكم فيه يبقى ربطه ويطعمه. طب الحيثيات بتاعت الضباع ازاي يصطادوا؟ بيمسك ديله. هتقول لي بيصطادوا من ديله؟ طب ازاي؟ ده اكتر حاجه، لو انت مسكت اي حيوان من ديله بيهاجمك. اقول لك لا، دراسه الضبع بالتحديد لقينا ان المصري بيمسكه من اخر جزئيه في ديله، مش في طرفه، اللي هي قريبه من مؤخره الضبع نفسه. بيقبض بايده عليها، يعني حاول يقرب منه وحد تاني بيبقى بيلهيه من الامام، والشخص الاخر يقبض بايده على الجزئيه دي بالتحديد. بمجرد ما يمسكه من الجزئيه دي اصبح ان هو سلم حياته ليه. هتقول لي اشمعنى؟ ليه؟ ان الجزئيه دي من ديل الضبع بالتحديد مرتبطه بعموده الفقري، يعني بتعمل له اعاقه ان هو ما يقدرش ينحني شمال ولا يمين، ما يبقاش في عنصر المرونه زي كل الكائنات الاخرى. سبحانك يا رب. اللي هو بيبقى اعاقه جسديا، قيده، خلاص مش قادر يهاجم الشخص التاني، مش هيعرف يلفله زي الاسد ولا الكلب ولا القطه ولا اي كائن اخر. على هذا النحو يقدر ان هو يصطاد، والطريقه دي هنشوفها دلوقتي على احدى المناظر في الجداريات من مقبره كاديمني بالتحديد، وبرضه موجود مناظر ليها في مقبره مريروكا من مقابر النبلاء اللي موجوده في سقاره بالتحديد، اللي بترجع بعض منها، اغلب المقابر دي من الاسره الخامسه والاسره السادسه. وده بيوضح لنا زي ما احنا ذكرنا حتى ان شراسه الضبع، وعلى الرغم من ذلك ربنا بيبقى خلق نقطه ضعف في كل كائن، والنقطه دي لهدف ما، ان علشان بعدها الانسان ربنا يديله عنصر الادراك ان هو يقدر يعرف الخاصيه ديت، ومن خلالها يقدر يستفاد من الكائن ده. وقد كان ان هو اصطاده وبعدها ابتدى يربطه او يقيده، ومن ثم يحاول ان هو يستأنسه بقى، يديله تناول طعام، وبعد كده يبتدي ان هو بعدها هيتناوله هو نفسه. طب حد هيقول لي حضرتك انت ذكرت ان هو ليه قوه ثلاثيه، ان هو ممكن يقدر يهاجم، او قوته تقدر تهاجم اسد. قلت لك بس الاسد يقدر يهاجمه ويقضي عليه لو حتى هو واصل لواحد او اثنين او ثلاثه بيهاجموا اسد، بس اكتر من كده الاسد يذهب او يهرب من المعركه وينسحب منها. نتاج الفك بتاعه قوي جدا، يعني على الرغم طبعا الاسد قوي، ولكن الفك بتاعه مهم جدا، يكاد يكون ان هو لو قبض على فريسه او حتى دخل في معركه او هاجم اسد، الفك بتاعه يوصل للنخاع، ما يوصلش اللحم بس، لا ممكن يوصل للنخاع العظم نفسه من قوه الفك وصلابته. والغريب تشوف سبحانك يا رب، لو حتى الاسد قضى عليه او بمثابه دخل معاه في معركه وهزمه، ما يتناولش اللحم بتاعه، يقتله ويسيبه. بعكس الضباع، يعني الاسد بمثابه اللي هو بينهش بس ويتركه يبقى بقيته باقي، انما الضباع بيسحقوا للاخر، يعني ممكن ياكل عظمه كمان. يعني الاسد اخره اللحم، والضبع مش كله لحم، يعني حاجات بسيطه. انما الضبع لو قتل اسد يخلص على العظم بتاعه قبل كمان اللحم، يعني عايز اقول لك اللي هو بيسحقه نهائيا. طب على هذا النحو، على الرغم من كل اللي حضرتك بتقوله دوت، ومدى الشراسه اللي موجوده فيه، واستطاعه المصري القديم اللي هو يصطاده، ومن ثم زي ما حضرتك قلت ان هو يستأنسه ويقيده وما شابه من كل الجوانب دي. طب السؤال، ليه جايب لنفسه الغلبه دي؟ ليه المصري القديم ما عنده كتير جدا من انواع اللحوم الاخرى من كائنات ممكن نقول مسالمه بعض الشيء؟ هل كان في فوائد من اللحوم الخاصه بالطباع لذلك جعلت المصري القديم يدرك فوائدها، ومن ثم يقرر ان هو يعتبرها من ضمن العناصر الاساسيه في غذائه؟ بالفعل لما جينا نشوف الجوانب المتعلقه بالطباع، لقينا ان فك الضبع نفسه
والحيثيات المتعلقه بيه ان هو بيوصل يتناول النخاع بتاع العظم خلت لحم الضبع يبقى غني بالمعادن. شوف حكمه ربنا. يعني هو عشان الصفه دي موجوده فيه، ان لو هو مسك اي فريسه مش زي الاسد يمسك اي فريسه ياكل لحم وشكرا، لا ده وصل ان هو بياكل في الفرائس بتاعته العظام مع اللحوم بتاعتها، فده خلى النمو جسد الضبع نفسه يبقى غني بالمعادن. هنا ياتي مربط الفرس، ان المصري القديم ادرك هذه المعاني. شفتوا مدى دقه المصري القديم وقدرته الطبيه والعلميه على دراسه الجوانب الغذائيه واللي متعلقه بكل معايير التغذيه اللي ممكن تبقى فعاله لجسده، وان هو ليه يحرص بشكل كبير جدا على اصطياده ويجازف بحياته وانه يصطاده ويعمل له عمليه التسمين بعدها عشان ياكل في الاخر لحومه عشان فيها معادن مختلفه. طيب نعرف ده حتى منين؟ لو نفترض حد عمل تجربه، نفترض واتى بالروث المتعلق بالضباع، ودي تجربه حصلت يعني، هيكتشف ان الروث نفسه اشبه بالحجر الجيري. يا خبر ابيض، يعني انا ممكن اوصل بيا ان انا اخد الروث ده واعتبره اشبه بالطباشير. بالفعل يكاد يكون اختراع الطباشير من الجانب ده. بسبب نسبه ايه؟ الكالسيوم الكبيره جدا جدا الموجوده في العظام بتاعت الضباع من تناولها اوريدي لعظام الفرائس المختلفه الكبار. على هذا النحو بنجد جوانب كتيره جدا حتى من بعض القبائل المختلفه اللي في شبه الجزيره العربيه بيحرصوا بشكل كبير جدا على ان هم يتناولوا او يصطادوا الضباع ويتناولوا اللحوم الخاصه بها. وفي ناس حتى لما بنسالهم من البدو البسطاء في بعض المناطق ديت بيذكروا ان هي بتشفي من امراض الكبد. يعني حتى من توارث او عادات او تقاليد من اهالي ثم اهالي ثم اهالي ابتدوا يفهموا ان في فوائد طبيه هنا، اللي اوريدي المصري القديم بطبيعه الاشياء ادركها من الوهله الاولى.